السلام عليكم، معكم يونس من قناة أفكاري بالليل. واش حسيتو حتى نتوما بالخلعة ديال الدخول المدرسي؟ واخا سالاو عليكم أيام الدراسة من شحال هادي. اليوم غادي ندخلو في عمق هاد الإحساس الغريب باش نعرفو علاش باقي كيصيبنا الخوف ملي كنسمعو على المدرسة. واش هي مجرد ذكريات ولا كاين شي سبب خفي وعلمي؟ تابعوا معايا باش نفهمو السر. الذكريات ديال المدرسه كتخلي واحد الاثر اللي ما كيتمسحش بسهوله. كيقولوا العلماء ان الذكريات السلبيه بحال الضغط ديال الامتحانات والاساتذه اللي كانوا كيعطيونا عقوبات كتسجل في واحد المنطقه في المخ كيسميوها اللوزه الدماغيه. هاد البلاصه هي اللي كتحكم في مشاعر الخوف والتوتر وكتنوض تجبد علينا داك الاحساس القديم. بحال ملي كنسمعوا على الدخول المدرسي، فاش كنتي كتقرا كتفيق كل صباح مع صوت المنبه، كتقول مع راسك اليوم عندي واجبات، عندي تمارين، واش غندوز في المراقبه، واش غنتنافس مع الاصدقاء ديالي. هاد الضغط كامل كيخلي واحد العلامه ديال التوتر اللي ما كتفككش بسهوله. الدراسات النفسيه كتبرهن على ان المخ كيخزن تجارب الضغط بحال هادي في طريقه كتخليه يرد على نفس المحفزات حتى وإلا ما بقاش عندها تاثير حقيقي في الحياه ديالك. داكشي اللي كيتسمى تكييف على الضغط. داك الاحساس اللي كتحسوا به ملي كتسمعوا على الدخول المدرسي راه ردة فعل طبيعيه كتعاود تكرر بلا ما تحس. هاد الاحساس اللي تعلمناه في المدرسه هو واحد النوع من البرمجه العقليه، حيت المدرسه كانت بحال المعمل اللي كنكتشفوا فيه الخوف من الفشل اول مره. المخ ديالنا كيحتفظ بذكريات داك الاحساس وكينوض كينبهنا فاش كنسمعوا على المدرسه. العلماء كيأكدوا ان هاد البرمجه العقليه ديال الخوف كتقدر تبقى مرافقه للانسان حتى من بعد ما يسالي قرايته. واحد الحاجه اللي كيقولوها علماء النفس هي ان العقل عنده القدره يدير الربط، يعني كيربط تجارب معينه بمشاعر محدده. بحال التلميذ اللي عاش سنين من التوتر في المدرسه، عقلو كيربط كلمات المدرسه تلقائيا بالخوف. داكشي علاش ملي كنسمعوا على الدخول المدرسي المخ كيعاود يفعل نفس الاحاسيس القديمه بحال ما بغاش يطلقها، وكيخليك تحس براسك انك رجعتي لداك الزمان. اذا الخوف اللي كيجي مع الدخول المدرسي راه ماشي غير صدفه ولا احساس مؤقت، انما نتيجه ذكريات وتجارب مطبوعه في العقل. كتبوا لي في الكومونتير شنو هي ذكرياتكم مع المدرسه، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي كيحسوا بنفس الشيء. وما تنساوش ديروا لايك والسبسكرايب باش تبقاو معنا ديما في الجديد.